الحياة كانت ماشية هادية، ونرمين كانت عايشة لولادها آدم وحلا بعد ما انفصلت عن جوزها. وفجأة الباب خبط، ومن هنا بدأت اللعنة. نرمين فتحت الباب، لقت ست بوش خشب ومعاها كارنيه، وبتقول لها ببرود: أنا أستاذة نجلاء من نجدة الطفل، جالنا بلاغ إنك حابسة أولادك ومجوعاهم. نرمين وقفت مذهولة. دخلت الست ولقت البيت زي الفل والولاد بيلعبوا، واعتذرت ومشيت. بعد أسبوعين البلاغات بقت زي المطر، مرة يقولوا بتشرب مخدرات، ومرة بتسيبهم لوحدهم بالليل، لدرجة إن نرمين بدأت تشك في خيالها. قعدت تمسك ورقة وقلم وتكتب أسماء أعدائها: طليقها اللي عاوز ياخد الحضانة، جارتها اللي دايما بتبصلها بحقد، ولا زميلتها في الشغل اللي عينها على منصبها. البلاغ الرابع كان القاضية. نجدة الطفل جت تسأل عن خبطة في رجل بنتها حلا، والخبطة دي كانت لسه حاصلة قبلها بساعة وهي بتلعب. الموظفة بصت لنرمين وقالت لها بشك: يا مدام، اللي بيبلغ ده عايش معاكم أو مراقبكم بالكاميرات، ده عارف تفاصيل ما بتطلعش بره البيت. في الليلة دي أم نرمين كانت عندها، بتطبطب عليها وبتقول لها بوش الملاك: يا بنتي، ده حد مريض وعاوز يخرب بيتك، أنا هفضل جنبك ومش هسيبك لحظة. نرمين كانت بتعيط في حضن أمها وهي مش عارفة إن السم محطوط في العسل. تاني يوم الصبح جالتها الموظفة ببلاغ خامس، وفيه تفاصيل العشاء اللي أكلوه امبارح بالحرف. نرمين الدنيا لفت بيها: محدش كان معانا امبارح غير أمي. جريت على بيت أمها، لقيتها قاعدة ببرود وبتبص في صور الولاد. نرمين صرخت بوجع: انتي اللي بتعملي فيا كده يا أمي؟ انتي عاوزة تحرميني من ولادي؟ الأم ببرود وتحدي ردت بابتسامة مرعبة: أنا بحميهم منك يا فاشلة، زي ما كنت السبب في طلاقك عشان أرجعك تحت طوعي، هاخد ولادك عشان يتربوا صح في حضني. نرمين القلب اتكسر 100 حتة وهي بتشوف الأم وهي بتتحول لشيطان عاوز يهد حياتها عشان يمتلك أحفادها. نرمين بلغت الشرطة، وفي المحكمة الأم مثلت دور الضحية وقالت قدام القاضي بدموع كدابة: أنا اللي ربيتها وفي الآخر بتتهمني بالجنون عشان تاخد ورثي. بس نرمين كانت مسجلة لها اعتراف بصوتها وهي بتهددها. الأم اتفضحت، ونرمين عرفت إن الأصل ساعات بيبقى هو اللي بيحفر ليك القبر، وإن حضن الأم لو اتملى جيرة وطمع بيبقى أبرد من التلج وأقسى من الحجر. ودي كانت حكاية من حكايات مايا، اللي بتعرفنا إن اللي تفتكرها سندك وظهرك ممكن تكون هي اللي بتبلغ عنك عشان تكسر مقاديفك وتتحكم فيكي، والحقيقة بتظهر دايما في لحظة الغدر.